نحن كوعنا اصلا، انا كوعت. الوحيد اللي اشتغل على هذا الموضوع هو بشار الاسد. عندي رغبه شديده اروح محل ما كنت معتقل انا نفسي. اليوم أغلب الفنانين اللي كانوا بمناطق سيطرة النظام، الناس على السوشيال ميديا فورا نفوت على التعليقات بنلاقي مكوعين شبيحة. اليوم أنت وقت تشوف الفنانين عم يتعرضوا لهي الموجة الكبيرة من هي التعليقات، وش رأيك بهذا المصطلح اللي هو التكويع؟ لك هلا هو التكويع انقالت الكلمة يعني على صعيد التهكم. يعني أنا برأيي هو بحد ذاته إذا ما فكر فيها، يعني ما فيك أنت كل عمرك تضلك إنه حاطط هيك، وإلا بتكون يعني ما في حدا بنقول إيه يعني إنه إنسان مبدئي. بس الإنسان المبدئي كمان بنفس الوقت ما فينه يكون ظالم. يعني انت بدك تشوف المعطيات، بدك تمشي معاها. كل واحد له ظروفه، له طبيعته. ما في هي فكرة البطل الخارق تبع السوبرمان اللي او الرجل الذي لا يخطئ او السيدة التي لا تخطئ. ما أنا موجودة بالحياة هي. اصلا نحن بنتعلم من اخطائنا. ثقافتنا هي انه نحن دائما بنهرب من انه انا بغلط، وبالتالي بنهرب من ثقافة الاعتذار كمان. بالتالي لأنه إذا اعتذرت معناتها أنت عم تعترف أنك أنت غلط. هاي ثقافة شعب كامل، يعني إذا ما بدي أقول شعوب المنطقة. ولو أنه هو أنا برأيي الغلط هو اللي بيعلمنا، هو اللي بيخلينا. ففكرة التكويع إذا بناخذها بشكل حقيقي هي ضرورية جدا. نحن دائما بنكوع بالحياة. نحن كوعنا أصلا. أنا كوعت. أنا كنت عم بشتغل مثل ما بيقولوا، كانوا يقولوا انه كنا عم نشتغل وماشي حالنا. شو عدا ما بدا؟ ايه عدا ما بدا انه بلشنا نشوف انه هذا الشيء اللي عم بصير كارثي وراح يؤدي لكارثه. فنحن كوعنا وكنا ضد النظام ومشينا ورا الناس اللي طلعت، مشينا وراهم. بدي اكد على هاي الفكره كمان، لانه دائما بنقال انه انتو اللي نحن ما عملنا. نحن مشينا ورا الناس. الضغط اذا بدك السبب الاساسي للثوره هو النظام، هو محرك الثوره، هو اللي يساوي الثوره. إذا في بطل للثورة فهو النظام. العالم ما رح تطلع لو ما الضغط اللي كانت عايشته. أنت ما فيك تعبي الأرض بنزين وبعدين إذا أجت شرارة تقول الحق على الأرض. ما أنت اللي معبية بنزين، أنت اللي مساوي هذا الضغط كله. بكفي هيك. اليوم في ناس كتير لحد اليوم على السوشيال ميديا بشوف آراء انه كنا عايشين قبل 2011 وما كان صاير علينا شيء، والبلد ما رح ترجع وبدنا اياها ترجع مثل ما كانت. اليوم انت كخبرتك وكنت عايش وشايف وكان عندك رأي بالشيء اللي كان عم بيصير، كان الشعب السوري عايش قبل 2011؟ ايه كان عايش. ما في حدا مو عايش، اكيد عايش كان بمعنى الحرفي للكلمة. انه ايه عايش، بس كيف عايش؟ ليك رح أعطيك تشبيه كمان حكيته هذا من قبل. إذا بتكون قاعد بغرفة فيها مروحة، أنت ما بتحس بصوت المروحة لتطفي المروحة. بس تطفي ويصير في هدوء، وقتها بتقول العمى أنا وين كنت؟ نحن متعودين كنا على هذا الضغط وهذا، لأنه مولدانين مع هذا الشيء. فيك تقول ايه كنت عايش، بس كيف كنت عايش؟ وفكرة انه نحن قبل وبعد، يا حبيبي ما هذا اللي صار بال 2011 شو؟ مين يعني انت مين؟ كيف مفترض انه هذا ما راح يصير؟ يعني مين انت بفكر هو انه في حدا؟ هل في حدا فينا يدعي انه انا قائد الثورة؟ فيك تقول انه حدا هو صار يحرض العالم واشتغل على مدى سنين لحتى تطلع العالم بوجه النظام؟ الوحيد اللي اشتغل على هذا الموضوع هو بشار الأسد. هو اللي حرض العالم على أنه يطلع ضده بكل ذكاء طبعا، وتعامل معاه بكل قسوة وبكل إجرام. اليوم كتير كمان عم نشوف آراء حول عودة الفنانين اللي خونوا فنانين المعارضة. انت اليوم اكيد كنت تشوف وتسمع وقت يكون في فنانين مؤيدين للنظام كانوا يخونوا فنانين الثورة، انت قادر ترجع تشتغل معهم او تجتمع معهم؟ لك القصص انا برأيي هلا مبدئيا هي قصص شخصية، يعني بيني وبينه. ما حدا بشكل خاص خوني.
يعني بالعموم كان يصير في هذا الشيء ينحكى. طبعا عم بحكي عن حالي. نحن بحاجة انه نقعد نحكي، بحاجة كتير انه نقعد نحكي بكل صراحة بكل وضوح، نحكي بين بعضنا. الكارثة اللي صايرة هي فكرة الترند، فكرة انه انا بدي احكي عنك وبتطلع ترند كم يوم، بس هي ممكن تؤدي لمآسي بعدين. فانا برأيي انه نقعد نحكي بين بعضنا في حوار بين بعضنا، نحن زملاء نفهم على بعض، عايشين مع بعض، لازم يصير في حوار مثل هذا خاص بين بعضنا نحكي فيه، كل واحد يقول وجهة نظره ونفهمهم ويفهمونا. يعني ما بدي اعتبر سوء النية، بدي اعتبر حسن النية. خلينا نقعد ونفهم بعض، بنحل كل شيء ان شاء الله. ليك كلنا تعبنا، كلنا تأهرمنا، كلنا اللي جوا واللي برا يعني فبالنهاية خلاص يعني بدنا نبلش نبني، بكفي دمار ان شاء الله. بدي اتشكرك على هذا الحوار، وبدي منك كلمة أخيرة بتوجهها للشعب السوري اللي عم يتابعك اليوم. يعني أنا برجع بقول مين أنا، يعني ما فيني أوجه للشعب السوري. أنا بحب الشعب السوري يعني أنا بحبه، شو بدي أوجه له يعني. عم من وقت اللي فت على البلد ومن قبل ما فوت على البلد، القصص اللي بلشت تطلع من أول يوم بالتحرير، القصص سجن صيدنايا والمعتقلات، اللي أنا كنت أحيانا بلحظة عشت تجربة بسيطة جدا منها. الأهالي، الأمهات، الزوجات، قديشهم كانوا أقوياء يعني. هلأ وقت نبلش نبني مثل ما قلت بدنا شفافية لنفهم انه رح يكون في عدالة عن جد، وبس نفهم انه رح يكون نبلش نتأكد رح نرتاح شوي ورح نبلش نبني أكتر. اليوم في فنانين كتير زاروا هاي المعتقلات وهي السجون، انت عندك هاي الرغبة انك تزور هاي الأماكن ولا بتفضل انك ما تروح على هاي الأماكن؟ لا، أنا عندي رغبة شديدة روح محل ما كنت معتقل أنا نفسي وآخذ زوجتي. وين كنت؟ بفرع الخطيب. كتير عندي رغبة وآخذ رفقاتي ايه في ناس ما بيقدروا يساووا هذا الشيء ممكن يكون مزعج جدا لهم يرجع لهم كوابيس، وفي ناس لا ممكن تكون مو الفكرة هي انتصار، هي الفكرة التحرر إذا بدك أكثر من انتصار. أنت عم تتحرر من عبء كنت عايشه، إنك أنت كنت بهاي اللحظات كتير خايف، هلأ أنت راجع برجليك عم تفوت على هالمكان وأنت سيد المكان، أنت مو عبد بهذا المكان. بتأيد انه تتصور اعمال حول هي السجون او عمل عن صيدنايا؟ ليك الافكار العظيمه على قارعه الطريق، الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني فيك تجيب لي اي فكره، بس شلون عم تتنفذ هاي الفكره؟ هاي ممكن تكون كارثه وتؤدي لكارثه، وممكن كارثه فنيه طبعا، وممكن يكون عمل رائع جدا كذا. بالعموم انا بظن يمكن وجهة نظر كثير خاصة، بس انا بظن انه هلا نحن بحاجة لانه نرجع نفرح شوي بعد هالأسى كله، نرجع يمكن نضحك شوي، نرجع اوريدي حياتنا مأساة، فخلينا هيك شوي نغير جو. في مرة رفيقي كان بال2011 عم يقول انه بس تنجح الثورة بدي اخذ الشعب كله على البحر سياحة. فايه لازم نطالبوا لرفيقك نروح على البحر كلنا سوا. شكرا كثير لك استاذ. شكرا لك. اسفين على الإطالة. لا يا طيب.